طيب الله أوقاتكم أينما كنتم، وأهلا ومرحبا بكم في هذه النشرة، والتي نبدأها بنشرة مفصلة بعد فاصل موسيقي. افتتاح المعرض الطلابي للتقنية الرقمية. أعمال أبحاث ودراسات أثرية في دهلك. تنظيم سباق الدراجات السيارات في أسمرة. بعد سقوط النظام في سوريا، المعارضة تعلن هروب الأسد والاحتفالات تعم دمشق. مظاهرات في تشاد تطالب بسحب القوات الفرنسية بعد إنهاء الاتفاق العسكري. مقتل 6 جنود باكستانيين و22 مسلحا في اشتباكات قرب الحدود الأفغانية. إلى التفاصيل. افتتح في 8 ديسمبر بأرض المعارض الإكسبو معرض أعمال طلاب المدارس الثانوية في التكنولوجيا الرقمية، المنظم بتعاون مركز التعليم والاكتشاف العلمي وفرع التعليم في الإقليم الأوسط. وأوضح ممثل وزارة التعليم السيد بطرس هيلا مريم في مناسبة الافتتاح التي حضرها الوزراء وكبار المسؤولين في الحكومة والجبهة إدخال برامج ومعدات رغم أنها محدودة في المؤسسات التعليمية ومراكز التدريب، ومن المهم إدخالها في التجهيزات المدرسية بعد تقييم إسهامها في العملية التعليمية. وقال أن محاولات تنظيم معارض عمل التكنولوجيا الرقمية للطلاب جزء من التوجهات الكبيرة، وستبذل الجهود لتوسعتها تدريجيا وإيصالها إلى جميع الأقاليم. وذكر مدير مركز التعليم والاكتشاف العلمي الطلابي الأستاذ محارب فقادو أن الهدف من المركز قيام الطلاب بالتجارب التطبيقية والأبحاث إلى جانب التعليم الأكاديمي المنتظم وتمهيد الأرضية لهم في التوجه العلمي، موضحا بأن البرنامج ينمي روح العمل الجماعي. وقال المهندس فيليمون هابتاي من المشرفين على التدريب إن المعرض الذي يستمر حتى 15 ديسمبر يضم أعمال إنتاج وتطوير مواد تقنية الكمبيوتر والروبوتات والكهرباء والإلكترونيات والذكاء الاصطناعي. تأسس مركز التعليم والاكتشاف العلمي عام 2008 ويوجد في مبنى مساحته 3000 متر مربع للقيام بأعمال الاكتشاف والبحث. جرت من 24 نوفمبر وحتى 2 ديسمبر أعمال استكشاف ودراسات في الموارد الطبيعية داخل البحر والآثار في جزر دهلك بتعاون قسم الثقافة والرياضة في إقليم شمال البحر الأحمر ووزارة الثروة البحرية وقسم السياحة ومؤسسة خدمات الغطس والملاحة البحرية الإريترية. هدف البرنامج استكشاف الموارد الطبيعية والتراثية في الأجزاء الشرقية والشمالية الغربية للجزيرة عامة والأماكن التاريخية والأثرية وأوضاع الطيور والأسماك والشعاب المرجانية وخاصة حمايتها. وقال مسؤول قسم الثقافة السيد يوهانس غبريسوس إن العمل الجماعي يعتبر مواصلة للبرنامج المسير في المنطقة من العام 2019، وتم اكتشاف عدد كبير من الآثار والمواقع التاريخية وتوثيقها. وأشار إلى أن الدراسات الاستكشافية التي جرت حتى الآن في جزر هارميلا وروميا ووستا ودكادو وأسترو ودفنون وحراد وحل وسقال وفراخ وسقال وسلمى وأوكان ومقديخ وبلوساير عثرت على مقابر أثرية ومساجد ومراسق وقوارب أثرية ومنارة سفن مشيدة بالحديد والحجر ومعسكرات الجيش الإيطالي في الحرب العالمية الثانية وسفينة قارقة بطول 17 مترا وأدوات حربية أثرية ومساكن مهدمة وغيرها. من جانبه أوضح عضو قسم الأبحاث في الثروة البحرية السيد فيليمون تولي أن القيام بدراسات ناجحة للتعرف على الشعاب المرجانية وسلاحف وطيور البحر وغيرها إلى جانب استكشاف الموارد الطبيعية والأثرية داخل البحر وأراضي الجزر. جزيرة دهلك التي تضم 210 جزيرة تبعد مسافة 60 كيلومترا إلى الشمال الشرقي من مصوع. قام فريق أطباء البصر المكون من 17 طبيب عيون بالتعاون مع أطباء إريتري في إجراء عمليات جراحية لاعتمت عدسة العين
ل 473 مواطنا من مختلف أنحاء إقليم شمال البحر الأحمر في الفترة من 28 من نوفمبر إلى 5 من ديسمبر في مستشفى مصوع. وأوضح طبيب العيون الدكتور سيمون كبدي أن 3000 مواطن من أصل 4000 مواطن خضعوا لفحوصات عامة، وتم توزيع الأدوية و950 نظارات قراءة خلال الحملة التي استمرت أسبوعا، وداعي إلى استمرار الحملة على نطاق واسع في المستقبل لأهمية تبادل الخبرات إلى جانب دورها في التخفيف من مشاكل الرؤية لدى المواطنين. وأفاد المدير الطبي لمستشفى مصوع دكتور زوموي مقنن أنه تم اتخاذ الاستعدادات الكافية لاستقبال المواطنين الذين يحتاجون إلى عمليات جراحية. وأوضح الدكتور عبد الله بشير أخصائي طب العيون بفريق أطباء البصر أن البرنامج هو استمرار للحملة السنوية التي يقوم بها بالتعاون مع الأطباء الإريتريين. وأعرب المواطنون الذين خضعوا للعمليات الجراحية عن امتنانهم للخدمات المجانية. وسبق لفريق أطباء البصر تقديم خدمات مماثلة في إقليمي عنسبة وجنوب البحر الأحمر والجنوبي. وصل سد نعلا الذي يتم إنشاؤه بالتعاون مع إدارة الإقليم الجنوبي ووزارة الزراعة والفرقة العسكرية 14 بقوات الدفاع إلى مرحلة الإنجاز. وأفاد منسق المشروع المهندس ماجور برهاني أن السد يبلغ طوله 75 مترا وارتفاعه 12 مترا وعرضه 10 أمتار، وتبلغ السعة التخزينية 916 ألف متر مكعب من المياه. وأوضح مدير مديرية الصنعاء السيد إدريس علي شكر أن بناء السد بالأسمنت والحجر يساهم كثيرا لضمان ديمومته، وشكر إدارة الإقليم الجنوبي لاتخاذ المبادرة المبنية على الدراسات، مشيرا إلى أن السد سيعمل بعد اكتماله في حل مشكلة مياه الشرب والسقي. من جانبه قال منسق الموارد البشرية قائد الكتيبة السيد زر سناي بيّن أن استكمال السد نعلا الذي يهدف إلى تخفيف نقص المياه في إدارتين محليتين يعد مصدرا للرضا الضميري. سيخدم سد نعلا بمجرد اكتمال إدارتي ضاحيتي أوروبا ناسا ومزبان. أفاد فرع الاتحاد الوطني للمرأة الإريترية في الإقليم الجنوبي أن العمل الذي قامت به الحكومة والجبهة لتعزيز القدرات الأكاديمية والمهنية للمرأة وتحسين دخلها الاقتصادي قد حقق نتائج مشجعة. وأوضحت مسؤولة الفرع السيدة سنايت أفورقي في التقرير الذي قدمته في الاجتماع الذي عقد في منطقة في يومي 4 و5 من ديسمبر الجاري إن التركيز الأساسي كان على التدريب المهني وتشجيع الطالبات المتفوقات. وأضافت أنه تم تنظيم محاضرات وحملات في جميع المناطق الفرعية لرفع وعي المرأة بالقضايا الصحية وخاصة في الوقاية من الأمراض المعدية. وفيما يتعلق بالتدريب المهني المقدم تم تدريب 90 امرأة في الغزل والنسيج و40 في تصميم الملابس و15 في تجهيز الأغذية المتوازنة و20 في تربية النحل. وأوضحت رئيسة اتحاد المرأة السيدة تخاتس فميكيل تنفيذ مهام مشهودة داعية إلى العمل بقوة للحد من الظواهر المعيقة لتطور المرأة ورفع إيرادات الاتحاد. وذكر المشاركون الجهات المختصة بضرورة الاهتمام بالمشاكل الناجمة عن بطء تنفيذ برامج تحصيل ديون ونشر موقد الحنت. وأكد حاكم إقليم الجنوبية السيد هبتاب تسفاسين على دور ومساهمة المرأة في برامج التنمية، وإن إدارة الإقليم ستعمل لخلق الأرضية لسد احتياجات المرأة. نظم في منطقة بيت قرقش بأسمرة اليوم 8 من ديسمبر سباق السيارات والدراجات النارية. شارك في السباق أكثر من 70 متسابقا في 7 فئات بحضور عدد كبير من المشجعين، وبث مباشرة بالفضائية الإريترية. شاركت في السباق 67 سيارة من 7 فئات من فئة 1000 إلى 1000 سي سي، وكذلك 7 دراجات نارية فئتين 125 175 سي سي. وقدمت الجوائز للفائزين وجائزة خاصة لسالينا برخت المرأة الوحيدة التي شاركت في السباق.
الأخبار العالمية بعد فاصل قصير، تفضلوا بالبقاء معنا. أعلنت المعارضة السورية المسلحة سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد ودخول قواتها إلى العاصمة دمشق تتويجا لسلسلة من الانتصارات الخاطفة التي حققتها في الأيام الماضية. وأكدت إدارة العمليات العسكرية التابعة للمعارضة المسلحة أن الرئيس السابق بشار الأسد هرب، وأعلنت أن مدينة دمشق أصبحت حرة. كما أكدت مصادر من المعارضة المسلحة انسحاب ضباط وعناصر النظام من مقر وزارة الدفاع وقيادة الأركان في دمشق، في حين أكدت مواقع سورية توقف جميع الرحلات في مطار دمشق الدولي وإخلائه من العاملين. وخرج السوريون إلى شوارع العاصمة السورية دمشق، وارتفعت أصوات الرصاص في عموم العاصمة وعلى مداخلها وكافة محاورها احتفالا بسقوط نظام الرئيس بشار الأسد. واحتضن الساحة الأمويين في وسط العاصمة دمشق جزءا من هذه الاحتفالات التي امتدت أيضا إلى محيط مبنى الإذاعة والتلفزيون، بالتزامن مع فرار قوات الجيش والأمن من مقرات عدة أبرزها قيادة الأركان ووزارة الدفاع بالعاصمة. شهدت عاصمة تشاد نجمين احتجاجات واسعة شارك فيها المئات من المواطنين مطالبين بانسحاب القوات الفرنسية من البلاد، وذلك بعد أسبوع من إعلان الحكومة التشادية عن إنهاء اتفاقية التعاون العسكري مع باريس. ردد المتظاهرون شعارات مناهضة للوجود الفرنسي، بينما رفع بعضهم لافتات كتب عليها لا نريد أي فرنسي في تشاد. في الوقت الحالي لا تزال القوات الفرنسية تحتفظ بحوالي 1000 جندي في تشاد، لكن البيان التشادي لم يحدد موعدا واضحا لخروجهم. وقد توجه بعض المتظاهرين إلى إحدى القواعد العسكرية الجوية حيث يتمركز الجنود الفرنسيون مطالبين بخروجهم الفوري. كما تجمع آخرون أمام السفارة الفرنسية التي كانت تحت حماية مشددة من الجيش التشادي. تعتبر تشاد واحدة من آخر البلدان في المنطقة الساحلة التي حافظت فرنسا على وجود عسكري كبير فيها، في وقت شهدت فيه دول مثل النيجر ومالي وبوركينا فاسو خروج القوات الفرنسية بعد سنوات من مكافحة الإرهاب جنبا إلى جنب مع القوات المحلية. أعلن الجيش الباكستاني مقتل 6 من جنوده و22 مسلحا في اشتباكات في منطقة شمال غرب البلاد بالقرب من الحدود الأفغانية، حيث كثف مسلحون هجماتهم على قوات الأمن في المنطقة. وأضاف بأن الجيش أن الاشتباكات وقعت في 3 مناطق بعد أن نفذ جنود عمليات استنادا إلى معلومات مخابراتية في وزيرستان ومناطق مجاورة. وقالت حركة طالبان الباكستانية أن مقاتليها قتلوا الجنود باقتحام نقاط تفتيش أمنية، لكنها لم تذكر عدد المسلحين الذين قتلوا في الاشتباكات. وزادت حركة طالبان الباكستانية من وتيرة هجماتها في الأشهر القليلة الماضية، واستهدفت في أغلب الأحيان أفراد قوات الأمن. صدر تحذير للملايين في المملكة المتحدة بالبقاء في أماكن مغلقة، كما انقطعت الكهرباء عن آلاف وألقيت رحلات للقطارات، فيما دخل حيز تنفيذ الإنذار المسمى خطر على الحياة بسبب العاصفة دارا. وأفادت وكالة الأنباء البريطانية بأن الإنذار الطارئ دخل حيز التنفيذ للأشخاص الذين يغطيهم التحذير الأحمر النادر الصادر عن مكتب الإرصاد الجوي للرياح في أجزاء من ويلز وجنوب غرب إنجلترا. كان هذا أكبر استخدام للنظام التحذيري الذي يدعو إلى تجنب القيادة والبقاء في الداخل بقدر المستطاع. وكانت العاصفة دارا قد تسببت بإلقاء عشرات الرحلات في مطار سيخبول الهولندي بأمستردام. تذكير بالعناوين مرة أخرى. افتتاح المعرض الطلابي للتقنية الرقمية. أعمال أبحاث ودراسات أثرية في دهلك. تنظيم سباق السيارات والدراجات النارية في أسمراء.
بعد صعود النظام في سوريا المعارضة تعلن هروب الأسد. مظاهرات في تشاد تطالب بسحب القوات الفرنسية بعد إنهاء الاتفاق العسكري. مقتل 6 جنود باكستانيين و22 مسلحا في اشتباكات قرب الحدود الأفغانية. وصلنا إلى ختام النشرة، إلى اللقاء.